بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله. النهارده هنعمل صينيه بطاطا من الاخر، احلى صينيه بطاطا ان شاء الله. النهارده هنعملها، احفظي الفيديو عندك لرمضان، وهنفرز كمان معاكم بطاطا بامرك انت يا رب. بس تنزل شويه سعرها لان هي لسه سعرها 15 جنيه للبطاطا غالي. في حد يقول لي 15 جنيه غالي ايوه طبعا. البطاطا انا كنت بجيب البطاطا الكبيره دي، اهي الكبيره اللي زي حضراتكم شايفينها دي كده، كنت بجيب الكيلو وربع ب5، لكن هي الصراحه هي نازله غاليه. نازله بكام؟ ب15 جنيه. فقلت مش مشكله كده، اجيب للعيال ايه كام كيلو اعمله لهم صينيه. هي طعمها مش احسن حاجه، فانا هعملها بقى صينيه معتبره. قلت لحضراتكم في فيديو المشتريات انا ان شاء الله هعملها صينيه وهوريلكم الطريقه بتاعتي. الطريقه بتاعتي دي تحفه يا جماعه، هتعجبكم جدا لما تجربوها. بصي حاجه كده هتفتخري، وبصي ان انت عاملاها هتشرفك فعلا من الاخر قدام ضيوفك لما تعمليها في رمضان او غير رمضان. بصي اول حاجه انا بعمل ايه، انا بمسك كده، انا غسلتها غسله محترمه زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين؟ والميه كمان بتاعه الغسيل نشفت من عليها كمان. خلاص همسكها اقشرها كده اهي، اقشرها كلها كده على بعض. انا بصوا بحب اقشر البطاطا قبل ما بسلقها او اشويها او اعمل اي حاجه. لا لو هشويها صراحه عشان ما اكذبش على حضراتكم انا بخليها زي ما هي كده لو هشويها، لكن لو انا هسلقها بقشرها وباجي عاملاها ايه بقى، اعملها حلقات او نصاص، واحط لها شويه سكر صغيرين ربما تطلع مش مسكره، واديها سلقه صغننه كده في ربع كوبايه ميه، بتبقى يعني تبارك الرحمن زي الفل، بتبقى زي العسل كمان. خلاص انا هقشرها كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لي احلى لايك من ايديكم ودعوه حلوه من قلوبكم، ولكم بالمثل حبايب، اللهم امين. بصي احفظي الحاجات دي كلها عندك لرمضان. انا كل الفيديوهات كلها اللي بنزلها حاجات موسميه وحاجات كمان تنفع لشهر رمضان. خلاص حبايبي، يعني انت ممكن كل فيديو انا اعمله خديه كده حفظ عندك، لو يعني الحاجات لرمضان، وتيجي بقى في رمضان كده يبقى عندك كل الحاجات اللي انت نفسك تعمليها موجوده عندك على التليفون، مش هتحتاجي ان انت تفكري كتير. وان شاء الله ربنا ييسر الامر الايام اللي جايه نحاول نعمل اكلات حلوه كده، يعني حاجات عزومات يعني ان شاء الله. بس ايه، انا عندي الحاجات دي بتبقى ضعيفه جدا في المشاهدات عندي في القناه، مش عارفه ليه. لما باجي اعمل طبخ ما بيبقى ما فيهوش مشاهده عاليه. يعني المحتوى بتاعي رمضاني تجهيزات وتفريزات ومشتريات والحاجات دي حبايبي. خلاص فان شاء الله ربنا ييسر الامر نعمل اكله تقيله كده تنفع لشهر رمضان. احفظيها برده عندك ان شاء الله، الايام اللي جايه هنعملها مع بعض. خلاص حبايبي، كل سنه وحضراتكم جميعا بالف خير. يجي يا رب كده رمضان علينا كلنا ويلاقي كلنا يا رب، اللهم امين، بيوتنا عمرنا بالخير دايما يا رب، ما ناقصناش حد ابدا يا رب، وما يحرم حد ابدا 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 من حبايبي يا رب، اللهم امين. مش عايزه اطول عليكم الفيديو، هقشر انا كل الكميه دي وارجع لحضراتكم وانا بسويها، هقولك ازاي ايه التسويه بتاعتها ان شاء الله يعني. خلاص حبايبي، بصوا بقى حبايبي، بعد ما قشرتها كلها زي ما حضراتكم شايفينها كده، وما تغسليهاش تاني، هي نظيفه وزي الفل. انت طبعا ما دام غسلاها اول مره خلاص ما فيهاش اي حاجه، اوعي تغسليها تاني. خلاص بقى على كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هعملها دواير كده اهو، مش تخينه، دواير كده حلوه متوسطه اهي. شايفه صينيه البطاطس اللي انت بتعمليها في البيت، الدواير بتاعتها بتبقى دي ادخل منها شويه. انا عامه ما بعملش دواير البطاطس تخينه قوي كده، بعملها شرايح رفيعه جدا، دي تخينه عنها شويه. خلاص لان انا عايزاها ايه تستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعملها هسويها في الصينيه اللي هعملها على طول في الفرن بعد ما تطلع، بعد ما اسويها ان شاء الله اهي. شايفين اهي كده، بس اوريها لحضراتكم كده، اقطع كام واحده اوريها لحضراتكم انا بقطعها ازاي اهي. كلنا شاطرين وزي الفل وكلنا بنتعلم من بعض، انا ما بعلمش حاجه لحد، احنا اخوات وحبايب كلنا بنتعلم من بعض. اللي عنده حاجه جديده يقولها لي ونعملها مع بعض ان شاء الله. ولو عندك اي حاجه، يعني الحاجه اللي انا بعملها وانت بتعمليها بطريقه تانية غير طريقتي قولي لي عليها ونعملها واجربها واقول لحضراتكم برضو انا عملت الطريقه اللي قلتوا لي عليها. خلاص حبايبي، احنا اخوات وبنعمل كلنا زي بعض ومع بعض. بصوا بنتعلم من بعض من الاخر. انا هنا علشان اسعد حضراتكم مش عشان اعلم حد، يعني انا ايش اكون عشان اعلم حضراتكم؟ كلكم اخواتي وحبايبي وعلى راسي من فوق، كلنا حبايبي اخوات. خلاص اللي عندها حاجه جديده ممكن تقولها لي، او وصفه جديده او طريقه تفريز هي بتفرزها واجربها واقول لحضراتكم عملت ايه. انا ان شاء الله هجرب التفريز بتاع ام هبه اللي قالت لي عليه بتاع الفلفل
وبعد كده بتطلعه وتحشيه وهو متفرز. هجربها انا صراحه، هي قالت لي عليها بس لسه ما جربتهاش. اول ما انزل السوق ان شاء الله اجيب شويه فلفل افرزهم وارجع اعملهم زي ما موهبه بالظبط قالت لي، وهشوف يعني هجرب واشوف. يعني انا زي ما انا عايزاكم بتجربوا حاجتي، انا كمان عايزه اجرب الحاجات اللي انتوا بتقولوا لي عليها برضه. قولوا لي وان شاء الله نجرب مع بعض. هقطع بقى كل الكميه كده وارجع لك عشان صوت القطاعه عشان ما ازعجكمش، وارجع لحضراتكم تاني. قربتها كلها زي ما حضراتكم شايفين. هعمل ايه؟ هحطها في الصينيه اللي هعملها فيها خلاص. بس لو لقيتها بعد ما تستوي ما شاء الله يعني حجم كتير، يعني الخير كتير فيها، هنقل منها شويه في طاجن صغير خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس هي كده شكلها مبدئيا بتقول ان هي هتبقى ما شاء الله كميه كتيره، واحنا لسه هنحط عليها حاجات تانية فهتكترها. فانا هعمل ايه؟ انا هسويها هنا بنص كوبايه ميه بس وشويه سكر، وبعد كده ايه هنقل منها حبه في طاجن تاني او طواجن صغنطه. خلاص هعمل ايه دلوقتي؟ مش هعمل غير كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حوالي 3 معالق سكر كده اهو. احنا لسه كده هنسكر تاني، لسه هحط تاني سكر علشان تتحلى معانا. دي حوالي 3 معالق كبار سكر خلاص، عشان تنزل بس الحلاوه بتاعتها وتسويها. السكر بيخليها الميه اللي جواها تنزل كمان مع نص كوبايه ميه كده، عشان طبعا ما تلزقش. ما تعليش عليها النار علشان خاطر ما تلزقش تحت في قاع الصينيه اهي كده اهو. قلبي كده بس. انا عايزه بقى تعلي عليها اول ما تحطيها على البوتاجاز، علي عليها شويه، وبعد ما تلاقيها بدات تتكتك كده تيجي موطيه عليها النار. سيبيها مش شمعه، وطي وسط وسيبيها تستوي كويس جدا، عشان لما تمسكي الشريحه من دي تلاقيها دابت في ايدك كده. عشان احنا كده اصلا هنعمل ايه؟ دي ههرسها بالهراس يا حبايبي خلاص. هوريكم ان شاء الله كل الخطوات بامرك انت يا رب، وخليكم معايا كده كل خطوه. هفتح الكاميرا واوري لحضراتكم انا بعمل ايه. تعالوا بقى بعد ما خلاص هي بردت خلاص اهي، يا دوب يعني فيها نسبه، هي دافيه شويه اهي. شايفين عملت ازاي؟ انا سبتها لما عملت كده بس لسه ما هرستهاش برده. هجيب بقى هرسه البطاطس بتاعتي وههرس كله كده. انا عايزاها تبقى بيوريه خالص خالص كده. عايزاها لما تيجي تمسكي الحته كده قطعتها تطلعيها تدوب في بقك، تبقى دايبه دوب كده، مش عايزه فيها اي قطع خلاص. انا كمان بعمل قرع العسل بنفس الطريقه. لو هعمله صينيه بعمله بنفس الطريقه، بس ايه الفرق بينه وبين قرع العسل؟ ان انا بعمل لها بشاميل، لكن دي لا، دي مش هعمل لها بشاميل. دي هوريكم دلوقتي انا بعمل فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انزلي كده وارجعي اهرسي كله. انا بصي انا فضلت عاملاها على نار هاديه جدا جدا جدا، كاني ايه بقى شفتوا تدميس الفول بس اعلى سنه صغننه، كاني بدمس فول بس اعلى سنه صغننه اهي. لازم تبقى معايا كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده اهي. نزلي وارجعي اهرسي تاني لحد ما تشوفي كده ان هي مش محتاجه خالص اي حاجه. همسكها بقى كلها دلوقتي انزلها في صينيه في طبق كبير، علشان انا عايزه اخلط خلطه كويسه بالمقادير اللي هقولك عليها دلوقتي. هنجيبنا بقى طبق. شايفين هنزل كل الخليط هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلي كل الخليط كده بالراحه، ما تعمليهاش وهي لسه سخنه عشان تعرفي تمسكي طبعا كل حاجه. خليها تدفى كده، تبقى دافيه شويه صغيرين. انا عارفه امسك الصينيه اهي علشان هي دافيه بس مش سخنه. نزلي كل المقدار ده كده عشان احنا هنعمل له دلوقتي حبه خلطه تحفه. انا جبت طاجنين هناك اهو عشان اعمل هنا شويه وهنا شويه. نزلي كله ده كده اهو. بصي عايزه اقول لك ان البطاطا دي بتبقى تحفه لما بتتفرز وتعمليها طبعا كده في مش في موسم بقى البطاطا ما تلاقيش بطاطا خالص، تيجي مطلعه وعامله الله عليها، ولا في الشتاء كمان بتدفي كده فيها تدفئه تحفه. اللهم بارك. الصينيه دي مش هغسلها، انا هركنها عشان هرجع فيها تاني الخليط. هركنها هنا بس كده على جنب عشان هقول لك انا هعمل ايه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا عايزه اعمل المعلقه دي واجيب المعلقه اللي بقلب بيها شويه ناشفه عندي، دي مايعه شويتين مش عارفه ليه، مش عارفه امسكها اصلا، بتتنى في ايديا. معلقه سيليكون بتتنى في ايديا. نزلي بس كل الخليط كده من عليها خساره، ما ترميش حاجه. طعم البطاطا بعد ما اتعملت تحفه. انت ممكن تعمليها كده وتحطيها في كاسات وتحطي عليها شويه لبن وتقدميها لعيالك عادي جدا، مفيهاش اي مشكله تعمليها كده. بصوا اي حاجه، اول حاجه بقى بسم الله الرحمن الرحيم، دي قشطه وش اللبن اهي. نرجع كده، قشطه وش اللبن اهي، لماها من على اللبن طبعا، بس يعني كنت لسه لا جايبه لبن طازه يا دوب حطاه من امبارح في التلاجة اهي. دي قشطه وش اللبن. بصي
يا سلام عليها، جميله جميله جميله. نزلي كل حاجه كده بالمعلقه السيليكون اللي هي ايه طريه خالص دي اهي. اجيب كمان ايه سياحه هنا معلقتين سمنه بلدي اهو، معلقتين سمنه بلدي، بس هي لسه ما ساحتش، انا جايباها هي زبده لسه، بس انا سيحتهم كده تسيحه خفيفه ونزلت عليهم. شوفي الطعم ده هيبقى عامل معاكي ازاي، حاجه كده اللهم بارك تحفه. معانا كمان اللبن اهو، انا كنت حاطاه على النار بيسخن. بصي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت السكر هنا في اللبن خلاص، هو سخن عشان كده ماسكاه بالفوطه دي. هتنزلي كده باللبن بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده نقلب ونشوف. نحتاج تاني هنحط، انا معايا حوالي كيلو ونص لبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لك الوصفه دي تحفه تحفه. بصي افضلي قولي تحفه للسنه الجايه، حاجه كده خطيره من الاخر بجد. انا عملت الوصفه دي بقالي سنين وسنين، كل اللي ياكلها عندي يحكي ويتحكى عنها. وام يوسف بتعمل بطاطا حاجه كده حكايه اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله. هفضل اقلب كده لحد ما اللبن يختفي. احتاج تاني هحط السكر على حسب الرغبه، براحتك حطي حلي اللي انت عايزاه، يعني انت براحتك حطي زي ما انت عايزه. انا بحب البطاطا دي تبقى مسكره شويه اهي. شايفه ما شاء الله، الله 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 الريحه، ريحه السمنه طالعه اللهم بارك. اوعي تحطي لها سمنه نباتي، مش هتنفع خالص، مش هتبقى حلوه. ممكن تحطي لها سمنه من اللي احنا محولينها قبل كده في القناه القديمه، اللي هي السمنه المتحوله نباتي البلدي، ممكن تحطيها. لكن لو هتحطي سمنه نباتي بس لا، مش هتبقى حلوه، منصحكيش يعني. عايزه اقول لك دي تدي البسبوسه، يعني مش هتديها بحاجه، دي هتعظم للبسبوسه. لا البسبوسه اللي هتعظم لدي، هتقول لها تمام يا فندم، دي احلى 100 مره من البسبوسه كمان. جربي ومش هتندمي، مش هتندمي اقسم بالله على الطريقه دي حلوه قوي، هتعجبك جدا اهي. شايفين انا كده عايزه حوالي نص كوبايه لبن بس، وبعد كده هنزلها بقى فين. شايفه البطاطا، شايفه جمالها، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لنا احلى لايك من ايديكم. هجيب الحله تاني بتاع اللبن بسم الله الرحمن الرحيم، انزل بحوالي نص كوبايه لبن بس بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده كفايه قوي رضا كده، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلاص هقلب بقى تقليبه حلوه، وهنزل دلوقتي في الطواجن والصينيه. هقلب انا شويه علشان ما اطولش الفيديو وارجع لكم. قلبتها التقليبه الحلوه المحترمه. تعالوا بقى نحط في الطواجن القمر دي شويه بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شايفين ما شاء الله هي بقت ناعمه قد ايه، تحفه يا جماعه. لما بتخشي بقى الفرن بتعمل طبقه كده من على الوش كانك حاطه لها بشاميل، بس بتبقى حاجه كده تحفه ما شاء الله تبارك الرحمن. هنسوي دلوقتي الوش بتاع ده، عشان انا عايزه الوش بتاعي كده يبقى شكله كده طالع طاجن كده مفتخر، حاجه كده من الاخر. الطواجن دي بعمل فيها كل حاجه كل حاجه كل ما تتخيلي، حتى ممكن بعمل فيها بعد ساعات كيك وبسقيه بالصوص كده، وبيبقى عامل زي ما يكون ايه حته جاتوه، بس على طريقه على هيئه طاجن. خلاص اهي سوي كده الوش عشان يطلع معاكي اللون حلو. بصي كل مرحله هوريها لك. شايفين اهو، انزلي بس من على الجانب ده كده اهو، امسح بس الحته دي كده بس خلاص زي الفل كده اهو. اهلا وسهلا بيك يا رمضان، دي تعالي. اللهم بلغنا رمضان يا رب، واحنا كلنا يا رب، اللهم امين في احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص تعالي بقى نخش على الصينيه. انا قلت لك انا مش هغسلها، انا هخليها زي ما هي، انا كنت عامله لسه فيها حالا يعني مش هغسلها، يعني خساره اغسلها ليه اهو زي ما هي كده. نزلي بقى كل الخليط كده، دي بقى هتعمليها هتطلع معاكي الخرطه بخرطتها، الخرطه بخرطتها. شايفين الجمال اهو. انا الحاجات اللي في الجنب دي كلها هظبطها دلوقتي، هنضفها كلها وانزلها في قلب الصينيه اهو. خلاص باقي شويه صغننين في الطبق هعملهم في طاجن تاني وارجع لكم اهو. بصوا لميت كده كله اهو، اللي باقي كله انا هحطه في الطاجن التاني ده كده، عشان كده خلاص الصينيه اكتفت بكل بالبطاطا اللي حطيتها لها دي. كفايه اكتر من كده ما تحطيش، عشان تمسك نفسها بقى حلو وتعرفي تعملي الخرطه بخرطتها. خلاص اهي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لنا احلى لايك من ايديكم ودعوه حلوه من قلبك، ولكم بالمثل حبايبي. نزلي كل حاجه، وساره مليانه حاجات حلوه، وساره ما ترميش اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلي كده وارجعي نزلي كده اهو، سهله جدا. وما تقوليش لا عادي بقى احنا ده بخل اللي بنعمله ده، مش بخل، خساره، كل حاجه غاليه اهي.
دي مش محتاجه ان انا اسويها، هي متسويه اللهم بارك لوحدها اهي. شايفين الطواجن عامله ازاي اللهم بارك؟ شايفين اهي، شايفين ما شاء الله جميل. الحته اللي قدامكم دي حته بطاطا ما رضيتش اعينها، سبتها زي ما هي. والصينيه اهي نضفت حوالين داير كده وخليتها زي الفل زي ما هي كده برده، ما تغسليهاش وخليها زي ما هي. بصي بقى في المرحله دي ممكن تحطي حاجه، هقول لك تحطي ايه. لو عندك قشطه تاني ممكن تحطي قشطه تاني، ما عندكيش قشطه وعندك حته زبده بلدي حته سمنه كده الحاجات دي حطي برده. ما عندكيش يا ستي دخليها الفرن وسيبيها كده حوالي ربع ساعه تمسك في نفسها وتعمل وش حلو، وبعد كده طلعيها خلاص. هتحطيها تحت الشوايه، عايزه تحطيها تحت الشوايه براحتك، بس انا بحب احطها بفتح الفرن علشان تمسك. اجي اطلع الخرطه بخرطتها، لان انا لو حطيتها تحت الشوايه هتاخد لون بس، وانا مش عايزه كده. هي مستويه وكل حاجه، بس انا مش عايزاها تاخد لون بس، انا عايزه امسك القطعه، اطلع المربع كده قطعه بقطعتها، تمسكيها كده كانك ماسكه قطعه بسبوسه خلاص. فانا هفتح عليها الفرن حوالي ربع او نص ساعه، وان شاء الله بعد ما تطلع اوريها لحضراتكم. بصوا بقى حبايبي بعد ما خلاص ما شاء الله ما شاء الله طلعت الطواجن بتاعتنا، شايفين عامله ازاي اللهم بارك؟ عسل، شايفين تحفه اللهم بارك. كمان الصينيه بردت خالص خالص اهي، وخرجت منها الخرطه اهي. تعالوا نطلع بقى مع بعض خرطه ونشوف كده ما شاء الله جمالها وحلاوتها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هي برده كانت عايزه تقعد شويه، يعني هي كده هي لسه مش متماسكه زي ما هي، انا عايزه تطلع القطعه بقطعتها، بس هي برده اهي ما شاء الله اهي. شايفين جمالها؟ بس هي لو قعدت شويه تاني هي لسه شويه دافيه، لو قعدت حبه كمان هتديك النتيجه المطلوبه، هتطلع القطعه بقطعتها. استني اوريلك من الناحيه الثانيه اوريكي جمالها اللهم بارك. شايفه الحلاوه؟ ايه رايك؟ شايفه الحاجات القمر دي؟ شايفه الصينيه عامله ازاي من تحت؟ اللهم بارك، عسل كده. ولا طعمها كمان مش هتنسي طعمها. ان شاء الله هنفرز مع بعض البطاطا، وهوريكي ان هي اسهل حاجه في الكون. هتفرزيها بكل سهوله، وقت ما تحتاجي تعملي صينيه زي دي هتطلعي بكل سهوله الكيس وتيجي عاملاها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه اللهم بارك؟ حاجه كده عسل ما شاء الله تبارك الرحمن. بصي بقى الجمال، تعالي اوريكي. شوفي من جوه عامله ازاي؟ شايفه الحلاوه اللهم بارك؟ شايفين حاجه كده قشطه ما شاء الله على جمالها. ولا طعمها بقى؟ شايفه؟ استنوا ندوق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن، تحفه يا جماعه. جربوها والله ما هتندمي، مش هتندمي خالص انك وتعمليها على طول، هتعتمديها على طول عندك ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب الفيديو النهارده يعجبكم. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش لايك وشير واشتراك ودعوه حلوه من قلبك، ولكم بالمثل. مع الف سلامه.